ودعا بولده الرضيع يودعه، فاتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب، فأجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بسام فذبحه، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء، فلم تسقط منه قطرة، وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله، إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله، وسمع عليه السلام قائلا يقول دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة. فجاء به إلى قرب خيمته العقيلة، زينب، وما رجع به إلى أمه، لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها. فخرجت إليه العقيلة، فلما نظرت إلى الطفل وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد، والسام نابت في نحره، ودمه مسفوح على صدره، نادت يا خويا الطفل عني تغطي، أنا مالي قلب يا حسين صدلي، أشوف ذبيحي وما أدري رجلي، خويا خفت العطش لاني الحق علي، هذا الخفت منا طحت بي. وحفر له الحسين سلام الله عليه بجفن سيفه، ودفنه مرملا بدمه، ويقال وضعه مع قتلى أهل بيته، وتقدم نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراس، فلم يزال يقتل